انا عايزك تسمع الفيديو ده. لا لا، بالعكس بالعكس، انا صراحه يعني اليوم اللي جيت فيه المطر مم. قابلت يعني كثير ناس زملكاويه ولسه بيحبوني. مم. ودايما انا طبعا ابادلهم الحب وهم عارفين من كل قلبي يعني. انا دايما مش انسى يعني الايام اللي عديت معاهم صراحه نعم. ويعني وده شرف لي كمان اني لعبت في هذا النادي، نعم. وحبهم دايما هيبقى يعني دائم، يعني رغم انهم يعملوا اي حاجه يعملوها لي، انا ابقى اشكرهم لحد اخر حياتي. في وسط ما المذيع عايزه يغلط في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، ويقول على جمهور الاهلي طبعا عظيم، وانا كنت بسيب كل الماتشات واتفرج على ماتش الاهلي، يقعد يعمل الحركات دي. بن شرقي لاعب مغربي محترف، فاهم يعني ايه جمهور ليه فضل عليه، فمش انت اللي هتوقعه في غلط. هو اثبت للجماهير ان انا جاي محترف للعب الكوره فقط، لكن اي حد وقف جنبي وساعدني انا عمري ما هنساه. وهنا يجي بقى النقطه اللي انا قلتها من فتره. انت عشان تجيب لعيب كويس، وعشان تجيب لاعب ما تاخدش في المفاوضات معاه حوارات كتير، لازم تكون بتلعب كاس عالم للانديه، لازم تخش افريقيا وتاخد افريقيا وتلعب كاس عالم للانديه. عشان لو كانت كاس العالم للانديه بالتنظيم بتاعها القديم اللي هو تلعب ماتش وتخرج، كان ماشي عادي. لكن دلوقتي نظامها جديد، بقت بطولة كاملة. فالزمالك لازم لو حاطط في دماغه ان هو ينافس على البطولات ويبقى قوي ويجيب لعيبة قوية، لازم يخش كاس العالم للأندية. وبالنسبة لأشرف بن شرقي، أنا بحترمك جدا وربنا يوفقك، وأنا كمشجع زملكاوي أنا ما زلت بحبك يا أشرف بن شرقي، يا بن قلبي.